دورة الفراخ البيضاء في وصفة محدش يعرفها غير الناس اللي جربت وخسرت. سر بسيط يبتدي من اليوم الأول وينتهي مع آخر الدورة. اللي يعرف الترتيب ينجح، واللي يغلط يخسر كل حاجة. في الفيديو ده هنكشف عن السر. السلام عليكم ورحمة الله. معانا النهاردة جدول الأدوية اللي كنت وعدتكم بيه. هيبتدي معانا من اليوم الأول لحد اليوم 22 لحد اليوم 19. من اليوم الأول لحد اليوم 19. ورقة وقلم كده واكتبوا ورايا عشان محدش ينسى حاجة. عايزين نكتبهم جدول كده. هات ورقة وقلم وسطر كده الورقة، اعمل جدول كده بسيط عشان يكتبوا معاك بالترتيب. عشان ما ينفعش دواء يخش مكان دواء، يعني ما ينفعش الدواء بتاع اليوم الأول يخش مكان اليوم التالت. فورقة وقلم كده ونكتب مع بعضينا. يلا نبتدي بسم الله. معانا أول 5 أيام هيتقسموا معانا ل3 مراحل: 12 ساعة و6 ساعات و6 ساعات. طيب أول 12 ساعة هنحط مضاد حيوي بعد العسل طبعا اللي اتفقنا إن احنا هنستقبل عليه. ده دواء من بعد العسل في أول يوم معايا لحد اليوم الخامس. دي جدول دوت مستمر معايا من اليوم الأول. أول حاجة أول 12 ساعة مضاد حيوي نص كيس على اللتر. نص كيس دوت في حدود 2 سنتي لو أنت جايب حاجة سايلة مش بودرة. يبقى أول حاجة المضاد الحيوي 12 ساعة. تاني حاجة ألف د 3 ه 6 ساعات، برضه هيتحط سنتي على اللتر. 6 ساعات الأخرانيين أملاح معدنية هنحط برضه هنحط سنتي برضه على اللتر. يبقى كده معانا المضاد الحيوي 12 ساعة، الألف د 3 ه 6 ساعات، الأملاح المعدنية 6 ساعات. ده كده أول 5 أيام. معانا بقى اليوم السادس والسابع هنقسمهم نصين 12 ساعة و12 ساعة. أول حاجة أول 12 ساعة هنحط مضاد سموم فطرية 2 سنتي على اللتر المية. تاني 12 ساعة ه سيلينيوم 2 سنتي على لتر المية برضه. ده 12 ساعة وده 12 ساعة. كده معانا اليوم السادس والسابع مضاد سموم فطرية 2 سنتي على اللتر، ه سيلينيوم 2 سنتي على اللتر في 12 ساعة التانيين. كل واحد فيهم بيتحط لوحده. معانا بعد كده اليوم الثامن والتاسع برضه هيتقسموا معانا 12 ساعة و12 ساعة. 12 ساعة الأولانيين منشط نمو 2 سنتي على لتر المية اللي احنا حطيناه في الفيديو اللي فات. أول حاجة حطيناها في الفيديو اللي فات اللي ماشي معانا من أول الدورة هيعرف الكلام ده. يبقى أول حاجة منشط نمو 12 ساعة على 2 سنتي برضه على لتر المية. بعد كده غسيل كلوي 12 ساعة التانيين برضه 2 سنتي على لتر المية. معانا بعد كده من اليوم العاشر لليوم ال13 هنقسمهم نصين برضه. هنحط 12 ساعة الأولانيين مضاد كوكسيديا 2 سنتي على لتر المية، وال 12 ساعة التانيين مضاد سموم فطرية 12 ساعة برضه. يبقى كده 12 ساعة و12 ساعة. 12 ساعة مضاد كوكسيديا و12 ساعة مضاد سموم دوت اليوم العاشر لحد اليوم ال13. معانا بقى اليوم ال14 واليوم ال15 اللي بنبقى مغيرين فيهم العلف، اللي هو بنغير فيهم من العلف الناعم للعلف الخشن. هنحط برضو اليوم 12 ساعة و12 ساعة. هنحط مضاد سموم بليوجي مش مضاد سموم فطرية. بليوجي مش فطرية 12 ساعة، وال 12 ساعة التانيين غسيل كلوي. دوت بيبقوا معانا يوم ال14 وال15 اللي هو بغير فيهم العلف. من اليوم بقى ال16 لحد نهاية الدورة هنزل لحد اليوم ال19، يعني من يوم ال16 لليوم ال19 هنزل فيتامينات ألف د 3 ه 12 ساعة في اليوم، وال 12 ساعة التانيين مية بيضة. لحد دلوقتي احنا بنتكلم على أدوية التحصين، ما اتكلمناش إن في أي مشكلة قابلتنا. لو في أي مشكلة قابلتنا يبقى فيها علاجات تانية. العلاج في وقتها طالما المشكلة ظهرت ما اكتشفتهاش من الأول، فالعلاج في وقتها ده حاجة أساسية. مش هينفع أنزل أعشاب ولا أنزل أي حاجة. يعني مشكلة ظهرت عندي فجأة في المكان ده لازم أتدخل بيطري على طول. لكن في حاجة احنا شفناها في الأول هنتناقش فيها ونحلها إن شاء الله بالأعشاب. لكن الجدول زي ما احنا ماشيين بالطبيعي من اليوم ال16 لليوم ال19 نزل ألف د 3 ه و2 سنتي على لتر المية. يعني هينزلوا يوم 2 4 أيام. 4 أيام ألف د 3 ه دوت من اليوم ال16 لليوم ال19 هنزل ألف د 3 ه 2 سنتي على لتر المية ال4 أيام دول. وبعد كده هوقف كده جدول التحصين معايا خلص. هنوقف جدول التحصين لحد هنا. بس يا جماعة دي كده كانت الأدوية بتاعت التحصينات من أول يوم لحد آخر يوم اللي أنا عن نفسي بستخدمها. طول ما مفيش مشاكل معايا ظاهرة هي دي الحاجات اللي أنا بستخدمها من أول يوم لآخر يوم. مستني رأيكم في التعليقات، وأي حد عنده أي مشكلة يقدمها إن شاء الله أرد عليه في أي وقت وهنحلها.
يلا أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.